طبعا قدم وسبعا صاحب. مربي يعني ايه؟ مربي يعني نوجه. ستاندرز عماله تعلى 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 تعلى، والحياه عماله تسرع، والحياه عماله تغلى، وتيجي في الاخر تقول لي انا مضغوط. نجا أولادك، فمعناته كان تركيز على صلاح الذات. معناته لما أنا أشتغل على صلاح ذاتي بتهذيبها بتربيتها بتزكيتها كان سبب لنجاة الجيل حاجات القادم. بقى في البيت، لا معلش، دي بقى شمري امك واطلعي اخلصي منها. المراه دورها الاول في التربيه. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم جاني خالد وانتي بتتفرجي على قناتك انتي. في القناة هنا هنتكلم عن كل حاجة تخصك، احلامك واهدافك ونفسيتك وشخصيتك، الالف حاجة اللي وراكي ونفسك انك توزني بينهم. والنهاردة موضوعنا هو كله عنك انتي، عن الام. الام اللي دايما عندها مشاعر متخبطة من قلق وتوتر وخوف وضغط، مع طبعا حب وحنية وأمومة وفرحة بولادها. المشاعر المختلطة دي بتخلينا ساعات فرحانين جدا، وساعات تانيين محبطين جدا ومش قادرين ومش عندنا طاقة خالص ان احنا نقدر نديها لأولادنا. وده ممكن يترجم في شكل عصبية، في عدم تفاهم بيننا وبين أولادنا، في تسرع في قراراتنا، في حاجات كتيرة جدا. فازاي نقدر نحل المشاكل دي، وازاي نقدر نفهم نفسنا صح، فنقدر نحدد مشكلتنا صح ونعالجها صح؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة، نفسيتك كأم، واللي حقيقي بيأثر فيها عوامل كتيرة جدا. من أهم العوامل دي هو رفع معايير التربية في العالم اللي احنا بنعيشه دلوقتي. الحياة دلوقتي عشان تربي ولادك تربية كويسة، انت محتاجة انك انت تبقي سوبر وومن، إنسانة مثقفة وفاهمة لأبعد حد في حاجات كتيرة جدا. يعني مثال، لازم انك انتي تقري وتتعلمي ازاي تغذي ابنك تغذية سليمة في المراحل النمو الأولى، وحتى والله بعد كده لما يكبر شوية. وفي نفس الوقت انتي محتاجة تفهمي أكتر عن نفسية ولادك واحتياجاتهم النفسية وازاي تقدري تلبي الاحتياجات دي. وفي نفس الوقت انت محتاجة انك انت تتعلمي ازاي تقدري تنمي مهارات ولادك، سواء المهارات الذهنية او الحركية، وتشوفي دايما طرق احسن تطور من المهارات دي. فاصبح دلوقتي فعلا الام بقت مدرسة. طبعا من زمان الأم مدرسة، ولكن احنا بقينا فعلا مدرسة بالمفهوم الشامل والعام للكلمة. مدرسة بمعنى الكلمة، بتقعدي تذاكري أولادك وتابعي تمارين وكورسات ونفسية وأفكار غريبة جدا بيطلع لك بيها، والمفروض ان انت تعرفي تردي عليه وتفهميه ليه ده يا حبيبي غلط وليه ده صح. الموضوع بقى كبير جدا وضخم جدا علينا، ومبقاش الموضوع مقتصر بس على الأم اللي عندها ولادها بقى في كليات ولا في ثانوي وإعدادي. لا 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 لا، دي حتى الأم اللي لسه في سنة أولى أمومة بتعاني من نفس المشاكل، وهو رفع معايير التربية والمثالية الزايدة. فإذا كله عنده نفس الضغط ونفس المعاناة ونفس الشكوى المتكررة، إن أنا مش لاقية وقت لنفسي، انا بقيت حاسه اني خلاص ضايعه في كل المسؤوليات دي، انا بقيت عصبيه جدا مع ولادي، انا بقيت مش متحمله حاجه، انا بقيت مودي وحش طول الوقت. طب وايه الحل؟ هل الحل ان احنا نسيب نفسنا غرقانين في المود ده وفي النفسيه دي، فنأثر على بيتنا ونأثر على اولادنا بالسلب، ويبقى بدل ما سعينا ان احنا نخلي ولادنا افضل يحقق لنا الهدف ده؟ لا، احنا بناخده في ناحية تانية خالص، وهو انه بيبقى العكس تماما. من كتر ما احنا ضاغطين نفسنا ان احنا عايزين نكون مثاليين، احنا بقينا ناس عصبية، خالقين جو كله توتر في البيت، ومفيش اي حاجة ولادنا بيعملوها بأي شغف او حب، بسبب الضغط اللي احنا بنعيش نفسنا وبنعيشهم فيه. ومن اكبر المشاكل اللي بتواجه الامهات دلوقتي هو الشعور بالذنب، انك دايما حاسة بالذنب ناحية اي حاجة غلط ولادك بيعملوها. تحس بالذنب لو انبسطت في خروجة ولادها مش فيها، تحس بالذنب لو اشترت لنفسها حاجة، تحس بالذنب لو قالت لولادها حبايبي انا محتاجة اقعد لوحدي شوية عشان افصل، بجد انا تعبانة ومش قادرة دلوقتي اتكلم. دايما الام عندها شعور بالذنب واحساس دايما بالتقصير ناحية ولادها، مهما حاولت ومهما عملت ومهما بذلت. فالاحساس ده بيبقى دايما ضاغط الام، ومحسسها انه مهما عملتي انتي لسه ما وصلتيش للهدف اللي انتي عايزاه. ده طبعا بقى بجانب الكومنتات السلبية من الناس اللي حواليها اللي ما بتقدرش جهودها، واللي ممكن تيجي تنتقدها على
اتفه الاسباب وعلى اقل حاجات، من غير ما تشوف كم المجهود اللي بتبذله الام دي مع اولادها. فالكلام ده بيأثر. هتلاقي دايما على طول في ناس بتنتقدك مهما حاولتي ان انت تكوني ام مثاليه وبيرفكت في كل حاجه ليها علاقه باولادك. هيجي حد وهينتقد طريقه تربيه اولادك، طريقه تعاملك معاهم، الاكل اللي بتعمليه لهم، اللبس اللي بتلبسيه لهم، اي حاجه وخلاص المهم ننتقد. فالضغط الكبير قوي اللي بقى على الست ده محتاجين نتعلم ازاي نتعامل معاه. طيب وايه بقى الحل في كل الزحمه اللي ورانا دي؟ اول حاجه واهم حاجه، دلعي نفسك. خلي فيه دايما وقت بتاعك انتي، وقت بتقضيه مع نفسك، تعملي حاجه انت بتحبيها. خرجي مع صحابك، اشتري نفسك حاجه كان نفسك تشتريها، روحي يا ستي احشي ضرسك اللي بقالك سنه كامله مأجلاه عشان التزامات للاولاد هي اصلا مش ضروريه. بصي لنفسك شويه، مش كل حاجه اولادك، وده مش انانيه منك ولا تقصير، لانه ببساطه شديده لو انتي من جواكي ام غير سعيده وبتبصي نفسك في المرايه شايفه نفسك مرهقه ومجهده ومش مبسوطه من شكلك ولا من الستايل اللي بقيتي فيه بسبب الضغوطات اللي حواليكي، انتي هيوصل بيكي الامر انك مش هتقدري تدي حاجه لاولادك غير عصبيه وزعيق وعدم تفهم وخلق ضيق. فيبقى انت وصلتي لايه؟ ما وصلتيش لاي حاجه كان نفسك فيها مع اولادك. بالعكس، انت عاوزه يكون الوقت اللي بتقضيه مع اولادك ده وقت جميل بتنبسطوا فيه وبتستمتعوا فيه، وده برضو ما يعقيش على انك انت تحققي حلم ليكي او ان انت يبقى ليكي وقت لنفسك. تاني نقطه، الصبر. لازم تعرفي وتكوني متاكده ان كونك للأسف الشديد في أوقات كتيرة بيخليكي أبطأ شوية من الناس اللي حواليكي. يعني الحاجة اللي ممكن غيرك يوصل لها في سنة انتي ممكن توصلي لها في 3 و4 سنين. وده مش معناه انك فاشلة، ده لانك دلوقتي بتقومي بأعظم دور اصلا ممكن تقومي بيه، وهو انك بتساهمي في انشاء انسان كامل متكامل. الانسان ده بعد كده هيتجوز وهيكون اسره سواء ولد او بنت، فانتي مش بتعملي دور هين خالص. فاكيد ده هياخد من مجهودك وهياخد من وقتك بالدرجه اللي هتخليكي مش قادره تدي قوي في الكارير بتاعك او في مشروع كان نفسك فيه او اي حاجه تخصك. فاعتمدي على اسلوب الخطوات الصغيره البسيطه المستمره، وما تتوقعيش من نفسك انك هتقدري تنجزي شوط كبير في وقت قصير وانتي ام، وخصوصا لو عندك اطفال صغيرين محتاجين رعايه واهتمام منك. تالت حاجه بقى، حبي دورك كأم. اقعدي كده وفكري قد ايه دورك كأم ده دور عظيم. انتي كأم ده المكان الوحيد اللي لو انت غبتي عنه بجد هتسيبي اثر كبير جدا مفيش مخلوق على وجه الارض هيقدر يملاه. لو انت موظفه في شركه فانت معلش انت ممكن في اي وقت يمشي ويجي حد غيرك وممكن يكون احسن منك، لكن الام محتاجين ان احنا نبصله دايما من منظور ايجابي، مش من منظور ان هو ده الوظيفة والمسؤولية اللي بتستنفذ طاقتي ومضيعة حياتي عليها وفانية شبابي وصحتي وشبابي يروحوا عليكم. لا، انا بكبر معاكم، بتعلم وبحسن من نفسي وبساهم في ان يكون في الجيل ده بعد كده هيكون ان شاء الله باذن الله تربيتي كويسه فيه في ميزان حسناتي. رابع نقطه والاخيره والاهم من كل النقط اللي فاتت، هي قربي من ربنا سبحانه وتعالى. دايما دايما لما تحسي ان الدنيا ضاقت بيكي روحي وصلي وادعي ربنا واسألي ربنا دايما انه يمدك بالقوة اللي تخليكي قادرة تقومي كل المسؤوليات اللي وراكي دي. اسمعي عن ثواب الام والاجر العظيم اللي احنا بناخده لما بنعمل اكل لاولادنا او لما بنروق بيتنا او لما بتقعدي تربي ابنك وتتكلمي معاه في الحلال والحرام وتقعدي تنصحيه انه يصلي وتحسيه على دوت. كل الحاجات دي ما بتروحش، كل الحاجات دي في ميزان حسناتك، وان شاء الله باذن الله هيكون سبب بركه وخير ليكي كتير جدا في الدنيا قبل الاخره. فكري دايما نفسك بالكلام ده. الله يكون في عونك ويكون في عون كل ام بتتعب عشان خاطر تربي اولادها في زمن حقيقي صعب، التربيه فيه صعبه. فحقيقي فكري نفسك بالكلام ده كل شويه، وهقدر اربي ولاد كويسين وهقدر احقق كل اللي انا نفسي فيه. بس الموضوع محتاج شوية صبر مني وإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى هيكافئني على دوري ده. ودي كانت رسالة حبيت أفكركم بيها وأفكر نفسي برضو بيها، إنه مفيش حاجة بتضيع أبدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وتأكدي إن مجهودك ده هتلاقي أثره في الدنيا قبل الآخرة.
وبكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون فادك وعجبك وحسن نفسيتك كده واداكي طاقة انك تقومي وتكملي دورك العظيم كأم. ما تنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد.